والله يا صديقي ما يفرقش معايا انت واخد كورسات قد ايه. انا شخصيا عدى عليا ناس بالهبل على الورق بينوروا في الضلمه، بس في الحقيقه فيستك ليه؟ حافظين مش فاهمين يا صديقي. ازيك؟ تعال اقول لك الخلاصه ببساطه ونتعلمها مع بعض من الصفر. المشكله انك هتقابل ناس كتير قوي حافظين مش فاهمين. فاللي حافظ مثلا تلاقيه اول ما يلاقي جهاز الكمبيوتر معلق يجري على شات جي بي تي ويقول له اعمل ايه. اما اللي فاهم بيحل الموقف وبيعرف سبب مشكله، كابل ولا كهرباء ولا رامات ولا سي بي يو سخونيه، المروحه طب المذر بورد فيه مشكله في الاي سي، طب في برنامج انت حملته، طب كان في فيروس. بيحلل الموقف وبيفهم الدنيا ماشيه ازاي عشان يعرف يحل بشكل مظبوط وبشكل صح. مره حصلت معايا من فتره كبيره كده، انا وزميل ليا كان عندنا جهاز من اجهزه الموظفين، الجهاز بيهنج جدا جدا جدا. فعلى طول زميلي من غير ما يفكر الجهاز ده اكيد فيه فيروس، حملنا برنامج انتي فيروس وقعد يعمل سكان بتاع 4 ساعات وانا قاعد مستنيه لحد ما يخلص. هو الراجل اللي هو اللي معاه الجهاز وانا قاعد مستنيه. بعد ما خلص الانتي فيروس وعمل كل حاجه لسه الجهاز بيهنج. لحد ما جه دوري بقى بصيت كده على المكونات الهاردوير اللي موجوده في الجهاز، لقيتها تمام ما فيهاش اي مشكله. وبصيت على السوفت وير وعلى الابس اللي موجوده، وبصيت على الرامات وعلى حاجات كده كتيره ليها علاقه بالدايجنوزنج او تشخيص المشكله، لحد ما اكتشفت ان في مشكله في الهارد. الهارد طلع هارد اتش دي دي وعليه باد سيكتورز. ساعتها بكل بساطه شلت الهارد وجبت اس اس دي، حطيت عليه نسخه الويندوز والجهاز بقى شغال وبيطير. فزميلي واضح انه كان حافظ اما انا كنت فاهم. فاللي عايز اوصله لك انك ما تعتمدش على خطوات محفوظه وعلى خطوات متقاله، لو حصل كذا هعمل كذا 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 كذا، لو حصل كذا هعمل كذا 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 كذا. لا، انت اهم حاجه تبقى فاهم ازاي تشخص المشكله، ازاي تعرف المشكله، تفهم المشكله بدات امتى، بدات ازاي، عشان بعد كده تعرف تحل المشكله بشكل صح وتعرف تاخد خطوه في انك تحل مشكله او تعالج المشكله بشكل مظبوط. وده اللي بعمله في الدبلومه بتاعتي، ان انا بعلمك ازاي تفكر بشكل مظبوط، ازاي تحلل بشكل مظبوط، ازاي تفهم الموضوع بشكل مظبوط. فهناخد مع بعض مثلا اساسيات الكمبيوتر، هنفهم الكمبيوتر اتعمل ازاي وازاي المعلومات والداتا بتتنقل جوه الكمبيوتر، وازاي لما اليوزر بيكتب كده اسمه مثلا او بيكتب واحد زائد واحد بيساوي كام، ايه اللي بيحصل في الكمبيوتر من جوه لحد ما يطلع على الشاشه النتيجه بتاعت المعادله دي. وتفهم عشان لو حصلت مشكله تعرف تحلها ازاي. مثلا اساسيات الشبكات، بنفهم الشبكه بتتكون من ايه واغلب الاجهزه اللي موجوده فيها وانواع التوبولوجيز، ولو انا عايز اعمل ديزاين لشبكه اعمله ازاي. طب لو حصلت مشكله في شبكه او حصلت مشكله في الاي بي بتاع جهاز، جت منين وراحت فين، ويعني ايه سبنت ماسك ودي اتش سي بي والدي ان اس والاي بي ادرس والجيت واي والحاجات دي كلها. برضو نفس الكلام في السكيورتي، هخليك تفكر زي ما الهاكر بيفكر، فتعرف على الاقل لو انت جهازك تم اختراقه تعرف على الاقل تعمل له دايجنوز او تعمل له تشخيص بشكل مظبوط، تعرف تحل او تشيل الفيروس ده بشكل مظبوط. وكمان اشهر المشاكل اليوميه اللي هتقابلك كايتي هيلب ديسك، زي مثلا موضوع انت محتاج تقطع الهارد بتاعك لاكتر من بارتيشن، زي ان انت محتاج مثلا لو الداتا عندك اتمسحت ومحتاج ترجعها تاني، زي مثلا موضوع نسيان الباسورد. موظفين كتير قوي كل يوم بيقول لك انا نسيت الباسورد مش عارف افتح الجهاز بتاعي اعمل ايه. وحاجات تانية كتير قوي هناخدها مع بعض. تقدر تكلمني وابعت لك كل تفاصيل دبلومه الاي تي هيلب ديسك على الواتساب على الرقم ده. وما تنساش في فرق كبير بين اللي حافظ وبين اللي فاهم، وهي مش بالكورسات، هي بالخبرة وبالدماغ. لحد هنا وكفاية. ما تنساش صلي على النبي. لو عندك أي سؤال له علاقة بمجال الاي تي اكتبه لي في الكومنتات وهرد عليك في الفيديوهات اللي جاية. اشوفك على خير. سلام.